السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم طريقة صنع البقلاوة الجزائرية التقليدية. يلا نبداو على بركة الله في الوصفة نتاعنا وطريقة التحضير. اول حاجة نحضروا العجينة. عندي لهنا 1 كيلوغرام من الفرينة، انا استعملت سيم تي 45. من الاحسن انكم تستعملوا سيم ولا ماما. وشرو تاع الكيلو تاع الباكي هذيك هي المليحة للبقلاوة. زدت عليها ملعقة ونص تاع لافاني، الملعقة هذيك تاع الديسير ماشي الصغيرة كامل وماشي الكبيرة كامل. لافاني راح تساعد البقلاوة تاعكم تجيكم حميمرة، تعطيلكم لون شباب بزاف في البقلاوة. نخلط هذيك الفرينة مع لافاني، من بعد نزيد عليهم 150 غرام تاع السمن المدينة و50 غرام تاع المارغرين ماني. ومن الاحسن انكم ما تذوبوهمش كامل، يعني شتو كيفاش درتهم ماهم ذايبين، ما راهم حاكمين روحهم، يعني نص نص، نص ذايب ونص غامولي. نفرخهم فوق هذيك الفرينه ونبدا نحك فيها مليح مليح حتى نبسسها. انا بقيت هكذا نحك فيها حوالي 5 دقائق. من بعد ما تكملوا تبسوها، من الاحسن انكم تجوزوها في الغربال هذاك الرقيق تاع الفرينه، ولا ما عندكمش الغربال واش عليه خلوها هكذاك. دوكا نروحوا للسوائل. انا عندي في هذا الطاس 300 مليلتر ولا 300 غرام، يجوا كيف كل مليلتر كل غرام، جربت يجوا نفس الوزن. 300 غرام خليط بين الماء والماء زهر، درت 150 غرام ماء و150 غرام ماء زهر، ولازم يكونوا دافيين باه ما يجوكمش هذوك الحبيبات في العجينه. لو كان ديروا الماء والماء زهر بارد هكذاك راح تجيكم العجينه تاعكم محبه كامل. دوكا نبدا نطم في العجينه، لازم تحصلوا العجينه تكون طريه، ما تكونش جاريه وما تكونش يابسه. انا في الكيلو تاع الفرينه درت هذه 300 غرام تاع خليط بين الماء والمزهر، وزدت معاهم حوالي 2 ملاعق تاع المزهر، على خاطر حسيتها ناشفه شويه. خطرات نطيحوا في فرينه تشرب بزاف وخطرات نطيحوا في فرينه ما تشربش. على ذاك قلت لكم من الاحسن انكم تخدموا بسيم ولا ماما، هادو زوج نعرفوا لهم الكيل اكزاكت تاع الماء. نتوما ديروا 300 مليلتر، اذا جاتكم ناقصه شويه زيدوا حوالي 2 ملاعق برك تاع المزهر. بعد ما تطموا العجينه تاعكم عجنوها هكذا مده دقيقه برك، ما تعجنوهاش بزاف. شوفوا القوام مليح تاع العجينه كيفاش راهي شوفوا ماهيش جاريه بزاف وما راهيش يابسه. دوكا نديرها في ساشي. من الاحسن انكم تخدموها قبل ساعتين ولا 3 ساعات قبل ما تروحوا تخدموا البقلاوه نتاعكم. انا درتها حوالي ساعه برك وبديت نخدم بها. ودوكا نروحوا للحشو. شوفوا لهنا الكاوكاو كي تشروه حمصوه على نار قليله مده نصف ساعه حتى تشوفوه بدا يصفر، كي شغل تشوفوه بدا يلمع وثاني يبدا يتغير لونه، ما تخلوش يحمر، خلوه قلت لكم الصفر كي شغل رايح يبدا يحمر هكذا. شوفوا من بعد غير تنحوه من الكوشه نتاعكم، روحوا رحوه هو سخون باه ما يجيكمش معجن. انا نرحيه هو سخون، غير نحيه من الكوشه نروح نرحيه. من بعد غير تكملوا ترحوه جوزوه في الغربال رقم 14. ديروا كيلو تاع الكاوكاو في هذه السنيوه راح نخدموها اليوم. كيلو تاع الكاوكاو درت معاه 200 غرام سكر، ما يعادل كاس ناقص اصبع سكر كريستاليزي. زدت معاه شويه تاع لافاني، ما تكسروش لافاني باه ما تحمر لكمش الحشو تاعكم ويقعد لكم محافظ على اللون تاعو. انا واحد الوقت كنت ندير لافاني بزاف في الحشو، ومن بعد لاحظت باللي كي ندير لافاني بزاف في الحشو تاعي يحمر لي، ما يجينيش هكذاك اصفر. ودرت معاهم ثاني كما شتو قرصان تاع الملح وشويه تاع القرفه اختياريه، وزدت معاهم شويه تاع عطر اللوز الحلو حوالي 2 ملاعق كبار هكذاك. نخلط كامل هذوك المكونات الناشفه مع داك الكاوكاو. من بعد نزيد عليهم ملعقه تاع السمن، ملعقه قبل ما نذوبوه ماشي كي نذوبوه نرفدوه ملعقه. نروح نذوب هذيك الملعقه تاع السمن ونفرخها فوق هذاك الكاوكاو. من بعد نبدا نرش فيه بالماء زهر نفتلو برك بلا ما نخلي لافاس نتاعي تجرالي، يعني حوالي 4 مغارف ل 5 مغارف تاع الماء زهر تكفيكم. وكاين بزاف اللي ما يديروش المزهر عادي، حتى انا جربتها بلا مزهر، ما نديرلهاش كاع المزهر، يكفي هذاك السمن اللي نديروه لا يكفيه. بصح معليش بالمزهر باش نزيدو نعطروها برك. حضروا الحشو حتى هو ثاني قبل ما تبداو البقلاوه نتاعكم هكذا باش ينشف لكم وما يبقى لكمش مشمخ. انا دائما نحضره باه كي نعاود نولي ليه كي نكمل نخدم الطبقات التحتانيين تاع البقلاوه نولي ليه نلقى نشف كامل من هذاك السمن والمزهر. شوفوا لهنا دوكا وليت للعجينه تاعي، شوفوا كيفاش طلقت روحها مالغري ما خليتهاش، قلت لكم حوالي ساعه وبالك كاع ما لحقت ليش ساعه. هاي ليكم. ونجيب دوكا المايزينا، تحبوا تخدموا بالمايزينا تحبوا تخدموا بالفارينه، بصح من الاحسن انكم تخدموا بالمايزينا، تحلوها برك بالمايزينا. شوفوا لي لهنا قسمت العجينه تاعي على كويرات وخليت هذيك الكويره الكبيره خليتها للطبقه الاخيره، خبيتها ما راحش نخدمها دوكا حتى للاخير، نعاود نجبدها من الساشي ونخدم بها.
نبدا نحل العجينه تاعي هكذا، هذوك الكويرات نحلهم بالحلال ونحط وحده فوق وحده بيناتهم المايزينا، وما تكثروش بزاف المايزينا. شوفوا شحال راني ندير، غير شويه برك. نكمل نحلهم كامل هكذا بالحلال بنفس الطريقه حتى نكمل هادو 7. انا قسمتها على 7، نتوما تقدروا تقسموا على 6، تقدروا تقسموا على 8 كما حبيتوا نتوما، ما يهمش لهنا شحال راح نديروا. شوفوا لهنا كملت حليت الاخرانيه ونعاود نقلبهم باش نعاود نولي للاولى. دوكا نروح نبدا نحل في الماشينه في الرقم 2، نحلهم كيف بنفس الطريقه. شوفوا نحل هذه في الرقم 2، نحطها نرش عليها كميه قليله برك تاع المايزينا، نزيد نحل الثانيه وهي رايحه حتى نكمل كامل هذيك العجينه اللي كنت حليتها بالحلال بنفس الطريقه، دائما وحده فوق وحده وحده فوق وحده بيناتهم المايزينا حتى نكمل نحلهم كامل في الرقم 2. هذه الطريقه تخليكم تكملوا البقلاوه تاعكم في وقت قصير وبالخف ترفدوها وما تعذبكمش كامل. اون بليس هذيك المايزينا راح تزيد تعطي لكم خفه في هذيك البقلاوه. شوفوا لهنا بعد ما كملت حليتهم في الرقم 2 نعاود نقلب لهذوك العجينه باه نولي للاولى ثاني. دوكا نحلهم في الرقم 4. شوفوا راني نحل في الرقم 4 وثاني بنفس الطريقه نحط شويه تاع المايزينا باه ما يلصقوليش فوق بعضهم، وقلت لكم اون بليس باش هذيك العجينه تشرب لي هذيك الكميه تاع المايزينا وتجيكم البقلاوه نتاعكم خفيفه. هكذا نكمل نحلهم كامل في الرقم 4 ونحط بيناتهم المايزينا، من بعد نروح نحلهم في الرقم 6 بنفس الطريقه ثاني وحده فوق وحده بيناتهم المايزينا. انا اليوم السنيوه اللي راح نخدم فيها الابعاد تاعها 35 سنتيمتر على 28 سنتيمتر، راح ندير فيها كيلو تاع الكاوكاو جاني سوا. انا ما نحبش هذيك البقلاوه اللي تجي عليا بزاف، ما تجي تاكليها حتى تحلي فمك كامل. من الاحسن انها تكون صح فيها هذيك الطبقه مليحه تاع الكاوكاو بصح ماشي خشينه فوق الحساب. هكذا شوفوا دوكا نحل في الرقم 6، دوكا نقسمهم على 2 باه ما يجونيش طوال. كما قلت لكم بلي انا السنيوه تاعي صغيره ماهيش كبيره. وملاحظه ثاني برك هذا الكيلو تاع الفارينه انا بقات لي منه العجينه ما درتهاش كامل، تسمى نتوما تقدروا ديروا سنيوه اللي اكبر من السنيوه تاعي تاع 40 على 30 سنتيمتر وديروا الكاوكاو كيلو و200 غرام تجيكم سوا حتى كيلو 300 غرام اللي تحبها شويه خشينه زياده. شوفوا لهنا بعد ما حليتهم في الرقم 6 دوكا نروح نبدا نحل في الرقم الاخير ونحط ديريكت في السنيوه. هاي ليكم السنيوه تاعي. دوكا نروح نقول لكم على السمن انا لهنا كنت ذوبت 500 غرام تاع السمن مع 100 غرام تاع مارغرين التوريق بصح ما استعملتهاش كامل. يتسمى نتوما اذا كنتوا تخدموا السنيوه كما نتاعي ديروا غير 400 غرام تاع السمن وديروا معاهم 80 غرام تاع مارغرين التوريق. نعاود لكم ديروا 400 غرام تاع السمن وقلت لكم بالسمن انا استعملت مدينه، وديروا معاه 80 غرام تاع مارغرين توريق ولا اي مارغرين عندكم كما ماني ولا لابيل ولا فلوريال، يعني اللي كانت متوفره عندكم ديروها. دوكا نبدا نحل في العجينه تاعي ونحطها هكذا. دوكا نديروا 6 طبقات لتحت و6 طبقات لفوق، كاين اللي تحب دير 6 لتحت و5 لفوق، كاين اللي يحبوا يديروا 7 لتحت و7 لفوق، كل واحد يدير كيفاش حب. انا دائما ندير 6 لتحت و6 لفوق، ندير كيف. شوفوا العجينه كيفاش تكسل مالغري انا ما خليتهاش ريحت بزاف، لو كان تخلوها تزيد تكسل كثر وكثر. وثاني حاجه ننصحكم ما تكسلوش العجينه تاعكم بزاف حتى تولي ترونسبارون، راح تجيكم رقيقه بزاف ما تجيش شابه. خلوها بين وبين، ما هي رقيقه بزاف وما راهي خشينه بزاف. وثاني العجينه تاع البقلاوه نتاعكم حلوها في الرقم الاخر تاع الماشينه. بعد ما كملت حطيت الطبقه الاولى تاع العجين، جيت دهنتها بهذاك الخليط تاع السمن والمارغرين. تقدروا ديروا السمن وحده ما ديروش كامل المارغرين. ونجي نحط الطبقه الثانيه بالعرض، نحطوا خطره بالطول خطره بالعرض كما تقدروا تخدموهم غير بالطول برك، ما ديروش هذه الطريقه تاع خطره طول وخطره عرض يعني تجيكم مليحه ثاني. انا نحب نخدم بالطريقه اللي كانوا يديروها زمان، خطره بالطول وخطره وكل ما نكملوا نحطوا طبقه تاع العجين ندهنوها بهذاك السمن اللي يكونوا مذوبينه بلا ما نخلوه يسخن بزاف. لو كان ديروه سخون بزاف راح يطيب لكم العجينه نتاعكم وما تجيكمش مليحه البقلاوه نتاعكم. شوفوا لهنا دوكاني في الطبقه الثالثه. دائما كل ما نحطوا نكسلوها شويه برك ماشي بزاف، ما تكسلوهاش بزاف وهي رايحه. كل مره كل ما نكملوا طبقه ندهنوا بالسمن حتى نكملوا 6 طبقات، لكن الطبقه السادسه ردوا بالكم انكم تدهنوها بالسمن، رشوها برك رشه خفيفه. كاين اللي ثاني قبل الاخرى ثاني ما يدهنهاش بصح انا ما نديرهاش باسكو تقعد لكم معجنه تلصق تبقى مع اختها تبقى معجنه. شوفوا نتوما ديروا 6 طبقات، السادسه كي تكملوها اللي ما تدهنوهاش بالبانسو هو ناشف هكذاك رشوا رشه خفيفه برك. دوك تشوفوا معايا كيفاش راني نخدم. شوفوا لهنا اني في الطبقه السادسه نورمالمون انا ما صورت لكمش كامل الطبقات اللي كنت نخدم فيهم باسكو راح يجيكم الفيديو طويل بزاف.
المهم نتوما ديروا، قلنا خطره بالطول خطره بالعرض خطره بالطول خطره بالعرض، وزيدوا خطره بالطول وخطره بالعرض، هكذا يولوا لكم 6 طبقات. شوفوا معايا لهنا بعد ما كملت هذيك الطبقه السادسه رشيتها رشه خفيفه بالسمن كما شفتوا في الفيديو. دوكا نجيب كامل هذاك الحشو ونفرغه كامل ونبدا شوفوا نعمر في الطرف، نضغط على الطرف نعمرهم هما الاولين، كي نكمل نعمر الطرف مليح باه نمشي هذاك الكاوكاو كامل بنفس المستوى، لازم يجوني كامل كيف كيف. كي نمشي هكذا بيدي نجيب كوبات ونعاود نسويها مليح باه تجيني كامل نيفو واحد. دوكا بعد ما كملت سويت هذاك الكاوكاو نجيب ثاني السمن نرش رشه خفيفه برك، من بعد نمسح هذو الطرف تاع العجين، الطرف هذوك لا كنت تشوفوا فيهم باه تلصق لي العجينه كنحطها فوقها. ودوكا نبدا الخدمه بالعرض، هاني بديت دوكا نحط في الطبقات، قلت لكم كيف كيف هنحط 6 طبقات، بديت بالعرض باش الطبقه الفوقانيه تجيني بالطول. ودائما ندهنوا هكذا بالكميه تاع السمن، قلت لكم السمن ما تكثروا بزاف ما تقلوا، شوي شوي في النص بيناتهم. دوكا راني نحط في الطبقه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، كي نلحق عند الخامسه نرشها برك بالسمن ونحط الطبقه الاخيره هكذا. شوفوا لهنا مازال نكمل هكذا بنفس الطريقة. شوفوا لي لهنا هذه هي الطبقة الخامسة، نرشها رشة خفيفة برك هكذا بالسمن ونحط الطبقة الأخيرة من هذيك العجينة اللي كنت مخبيتها من قبل. نروح نحلها في الرقم 2، بعد في الرقم 4، بعد في الرقم 6، وبعد في الرقم الأخير تاع الماشينة. لهنايا راني نصور لكم التليفون تاعي دي شارجة على ذاك ما يشتبه لكم مليح، كان خلاص ما قدرتش نشعل الفلاش. شوفوا بعد ما حليتها في الرقم الاخير نجي نحطها ونسويها مليح، وراني نكسل في العجينه هكذا باه ما نستعملش بزاف العجينه من الفوق. من بعد نضغط هكذا في الطرف بصبعي، نضغط عليها هكذا باه نحي لها هذاك الزايد. من الاحسن انكم هاد العجينه الزايده ما تنحوهاش تمتم، خلوها حتى تروبوزي 1 ساعه باه تنحوا لها هذاك الزايد. انا نحيت لها على خاطر راه البرد، اون بليس شفت بلي الطبقه تاعي راهم حكموا في بعضهم بعض. نتوما لو كان تكون عندكم سخانه وتروحوا تنحوهم تمتم راح تزلق لكم كامل هذوك الحاشيه تاع العجين، تزلق لكم وتهبط لكم على البقلاوه نتاعكم. من الاحسن انكم تغطوها بساشي تخلوها تروبوزي 1 ساعه، من بعد روحوا نحوا لها طرف وبعد قسموها. انا شوفوا نحيت لها طرف غطيتها بساشي خليتها 1 ساعه، من بعد عاود وليت ليها نطراسيها بهذا الطابع. لاول مره راح نجربوا معاكم، ماشي مولفه نخدم بالطابع، مولفه نخدم غير بالموس ونطراسي ببواطه ولا كرتونه. هذا المره قلت نسيه باسكو شفت بزاف اللي راهم يخدموا به، بصح انا جاتني شغل الحبه صغيره شويه ما تعمرش العين، انا ولفت البقلاوه كبيره ماشي مولفه نديرها هكذا صغيره. شوفوا لهنا بعد ما طراسيت بهذاك الطابع نجي نقطع هكذا بالموس حتى للتحت، لازم تقطعوها حتى للتحت ماشي غير للفوق. ومن الاحسن انكم تخدموا موس يكون حاد، انا الموس تاعي ماشي شباب كل مره نخرج نقول نشري موس وما نشريش. كي يكون الموس تاعكم حاد تجيكم هذاك التبراق يجيكم باين بزاف، بصح كي يكون هكذا ماشي حاد يهبط لكم العجين للتحت. ودائما شوفوا الموس تاعكم غتصوف شويه تاع المايزينا كي يكون ماشي حاد، كي يكون حاد ما كان له. وكملوا قطعوا البقلاوه نتاعكم كامل بنفس الطريقه حتى للتحت. بعد ما كملت قطعتها دوكا نجي نرشق لها اللوز. انا اللوز ما نديروش في الماء، كاين اللي يحب يديرو في الماء. وكي تحطوا الحبه تاع اللوز ما تضغطوش عليها بزاف حتى تقطعوا البقلاوه تاعكم، من بعد ما تقدرش تتورق. بعد ما كملت رشقت لها هذاك اللوز دوكا ندهن لها الوجه تاعها كامل بالسمن، دهنوه مليح عمروها مليح ما ديرولهاش غير شويه. وبعد ما تدهنوها ما تدخلوهاش طيب مباشره، تقدروا طيبوها في نفس الوقت بصح تصغر لكم من الحبه. من الاحسن انكم تخلوها من 6 ساعات حتى ل10 ساعات باه تطيبوها. انا خدمتها دوكا راهي 12 تاع الليل، الصباح نط طيبتها. شوفوا دوكا نروحوا لطريقه الطهي. شعلوا الكوشه تاعكم تسخن مليح حوالي ربع ساعه وهي تسخن الفوق والتحت. بعد ما تسخن الكوشه تاعكم مليح كاين هذيك الطبقه شغل لاغري هذاك تاع الكوشه، ديروا فيه سنيوه بالمقلوب على ظهرها وزيدوا فوقه سنيوه بلا هكذا كما اللي درتها انا، باه تحطوا السنيوه تاع البقلاوه تاعكم وخلوها طيب من تحت على نار تكون متوسطه ما تكونش قليله بزاف، مده ربع ساعه حتى 20 دقيقه، يعني حتى تشوفوها بدات تتورق وبدا تدي واحد اللون من الفوق بلا ما تشعلوا لها الفوق، ما تشعلوش كامل الفوق. الفوق شعلتو قسمه سخنت الكوشه برك وطفيت، غير دخلت سنيوتك وطفيت الفوق.
كي تدخلوا البقلاوه تاعكم حسبوا لها 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه، وهي طيب غير من التحت حتى تشوفوها بدات تتورق، والنار تكون متوسطه. من بعد 20 دقيقه ولا 25 دقيقه تشوفوا البقلاوه تاعكم بدات تتورق، نقصوا لها كامل وخلوها تلحق حتى لساعه. ساعه حلوا عليها تلقاو البقلاوه تاعكم خلاص طابت، دوك خصتها غير شويه حموريه برك. نحوا هذوك السنيوات اللي درناهم كامل زياده، وهبطوا السنيوات تاع البقلاوه تاعكم للتحت. اشعلوا لها للفوق نار قليله حتى تدي لكم اللون اللي تحبوه، وغير تخرجوها من الكوشه عسلوها ديريكت بالعسل اللي يكون بارد. انا درت لها كيلو 200 غرام تاع العسل، والعسل انا استعملت المرجان مخلط مع العسل تاع الدار. من الاحسن طيبوا العسل تاع الدار وخلطوا له المرجان باه يجيكم مليح في البقلاوه. عسلوا البقلاوه تاعكم وخلوها تشرب مليح. انا ما خليتهاش تشربت مليح باه نصور لكم برك ونحط لكم لا فيديو. هاي ليكم البقلاوه بعد ما كملتها، شوفوا كيفاش تجي معسله، وشوفوا الكاوكاو تاعها كيفاش يجي على حبه وتجي بزاف هايله وبنينه، والعجينه ناجحه 100%. ان شاء الله تعجبكم الوصفه نتاعنا اليوم وتجربوها، وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.